ازيكم يا جماعة؟ النهاردة هنعمل كب كيك مع دودة. وطبعا اول حاجة يا جماعة هنكسر البيض دلوقتي اهو. بس استنوا عشان الكارثة اللي انتوا هتشوفوها دي، خلي بالكم عامة اعرفوا الكارثة في اخر الفيديو. بعدين هنجيب البيكنج باودر دي الفانيليا ونكبها. بعدين هنقوم جايبين السكر وحطوا كتير من السكر في كوباية واحدة. هاتوا زبدتين وحطوها. بعدين تجيبوا نص معلقة زيت، نص كوباية زيت، وبعدين نحط الخل. بعدين نجيب الطبق كده، هنسيب التانيين يتضربوا. بعدين هنجيب الدقيق ونقعد نصفيه. خلي بالكم عشان تشيلوا الحاجات اللي هي بتبقى جوه الدقيق. وخلي بالكم لان انا نسيت البيكنج باودر، فلازم تحطوه بقى قبل الدقيق. بعدين هنجيب المفعول بتاعنا اللي احنا عملناه من الخلاط ونقلبه جامد. بعدين نقعد نقلب. لو حسيتي القوام معاكي تقيل، هاتي ربع كوباية مية وسخنيها في الكتل، هتلاقوه كده. فتجيبوا الصينية وتحطوا قوالب الكب كيك والورقة بتاعت الكب كيك، ورقة زبدة، وتحطوا فيه المفعول اللي احنا عملناه من شوية. هتدخلوه الفرن وطلعوه. ما تنسوش واخدتوا بالكم في اخر الفيديو انا نسيت ايه. ولو عايزيني اعمل وصفات تانية معاكم، اكتبولي تحت الفيديو وان شاء الله كل ما اعمل لكم وصفات تبقى ناجحة 100%. اكتبوا تحت الفيديو، اكتبوا عايزين وصفات دودة. عامة هي طعمها حلو، بس ما تنسوش البيكنج باودر. يلا سلام، هتوحشوني، باي.